ازيكم؟ عاملين ايه؟ رسالة النهارده بعتها لي شخص، والمعتاد دايما ان احنا بنسمع الكلام ده من الستات وما بنسمعهوش، لكن الشخص ده كان هو في بداية الرسالة بيقول والله على ما اقوله شهيد. يعني هو كل اللي بيقوله بمنتهى الامانة. بيقول ان هو كان متجوز بقاله 14 سنة من واحدة، والواحدة دي مخلف منها 3 اولاد. بيقول اكتشف ان هي بتتكلم في التليفون وعارفة شخص وعلى علاقة بيه. اتخانقت معاها خناقة كبيرة جدا وقررت ان انا اطلقها. طلقتها الطلقة الأولانية، ولكن أهلها وأهلي فضلوا يضغطوا عليا عشان خاطر الأولاد، ولأن عندي أكبر طفل عنده 13 سنة وأصغر طفل عنده سنتين، فأنا شايف إن ده مش سبب كافي إن ممكن يحصل منه المشكلة اللي بنتكلم عليها. فقررت إن أنا أطلقها أول طلاق ورجعتها تاني عشان خاطر الأولاد، ويعلم الله أنا مرضتش أجيب سيرة إن سبب الطلاق الأولاني ده كان بسبب إن أنا عرفت إن هي بتكلم شخص. حاولت ان انا ارجعها تاني في خلال 6 شهور، حصلت بينا مشادات، ولكن رجعتها لاهل بيتها بقالها اسبوع، وده لان انا اكتشفت ان هي رجعت تاني تكلم نفس الشخص اللي كانت بتكلمه، وعندي الاثباتات بالكلام اللي بقوله. اولا انا عندي تسجيل صوتي ليها وهي بتكلمه باعتراف، وعندي ليها محادثات شات، وعندي ليها مكالمات، لان التليفون ده بخط والخط ده باسمي فاتورة. ولما رحت الشركة جبت كل المكالمات اللي هي عملتها، واتضح لي اكتر كمان ان هي بتبعت هدايا بفلوسي لان هي مش شغالة. مش عارف والله اتصرف ازاي، مش عارف اشتغل ولا عارف اتصرف، وفي نفس الوقت مش عارف ارجعها تاني ولا هقدر اعيش معاها ازاي بعد اللي عملته. يعني انا قررت اول مرة ورحمتك وسبتك وسترت عليك وما رضيتش اقول لاهلك، ولكن المرة التانية عملت كده. انا مش عارف والله انا لما اجي اتكلم في حاجه زي دي هتكلم ازاي عشان خاطر ولادي. بس انا لو قررت ان انا هطلقها لازم طبعا اوري اهلها كل اللي انا قلته دوت وكل اللي معايا باثباتات، لان هقول لهم في الاول ان أنا كان سبب الطلاق كان بسببه ده، وتاني مره رجعتها برضو كان بسببه ده. تفتكروا ممكن اعمل ايه؟ اللي انا بتصرف فيه او اللي انا بتكلم فيه ده حاجه صح، ولا انتوا شايفين انا اعمل ايه؟ طيب اتمنى من حضرتك لو اول مره تشوفني اتمنى ان حضرتك تتابعني، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد مني، وفي نفس الوقت اتمنى ان حضرتك تكون موجود عندي عشان دي حاجه بتبسطني، وتقولي رايك في الكومنت، والناس اللي موجوده بتقول رايها، وانا اكيد طبعا برد على كل الكومنتات اللي بتتكتب في التعليقات. بالنسبه لرايي انا شايف ان انت طالما رجعتها مره وسترت عليها مره وهي ما شافتش ان انت اللي انت عملته ده حاجه تحتسب لك، فانا شايف من وجهه نظري ان انت تاخد القرار الصح ان تنفصل عنها، لانها لو هي كانت عايزه تعيش وتصونك كانت اتعلمت من اول مره حصلت وكانت تابت لربنا وما كانش الموضوع ده قرر. ولكن للاسف هي ما اتعلمتش من اول مره ان ممكن تطلق المره الثالثه وما تقدرش ان هي تعيش معاك تاني، ولكن للاسف في ناس بيبقى عندها داء ما بتقدرش تبطله، وربنا يرحمنا. واعتقد ان انت هيبقى ليك الحق ان انت تاخد حضانه الاولاد وتعيش معاهم وتربيهم في بيئة كويسة، وبرضه ما تعرفش حاجة للأولاد عشان خاطر في منهم اللي كبير زي ما حضرتك ما قلت. وطبعا أكيد ما تحرمهاش منهم إن هي تشوفها عادي، مفيش أي مشكلة خالص. ولك الأجر والثواب إن شاء الله.